المنطقة المكشوفة من الذات، احنا نسميه الصحيح، اللي على قلبه على لسانه، إنسان واضح ما عنده شيء يخفيه. هذا جزء من ذواتنا مكشوف للآخرين، مكشوف للآخرين. ثمة جزء من ذواتنا غير مكشوف، أنا أعرفه، الناس لا يعرفونه عني. ويسمون هذه المنطقة في الذات منطقة القناع. أذكر مرة من مرات رحنا للصمان، وكان شديد البرد شديد التعب، وكان المجموعة على ظاهرنا الصلاح بين قوسين مطاوعة، إلا واحد ليس على ظاهره الصلاح. فمن التعب والبرد نمنا كلنا، وأنا نايم قام هذا اللي مهب على ظاهر الصلاح في شدة البرد في شدة التعب توضأ وصلى. وأنا أشوف الموقف جدا مستغرب. أصبحنا وسألته، قلت له عبد العزيز أسألك بالله ما الذي حدث أمس؟ عبد العزيز أنا انصدمت. لاحظ، هو يعرف عن نفسه الشيء والناس لا يعرفون. انصدمت. عبد العزيز قال والله ياسر أنا عاهدت أمي قبل أن تموت ألا أدع ليلة إلا أصلي لله عز وجل وأدعو لها. هذه المنطقة من شخصيته واضحة ولا مختبئة؟ هذه مختبئة، يسمونها منطقة القناع. قناع، يرتدي الإنسان قناع. طيب سؤال، القناع أحيانا أجمل من الوجه، وأحيانا الوجه أجمل من القناع، أحيانا الوجه أجمل من القناع. لذلك الناس أحيانا يسترون محاسن، وأحيانا يسترون، وهو الأكثر يسترون المساوئ. وهذا نضج في الشخصية. الآن احنا في زمن يدعو إلى العفوية والتلقائية، وصور سنابك وانت مسوي كل شيء. لا، لم يكن هذا صحيحا أبدا في يوم ما. وبالتالي جزء من الشخصية يسمى منطقة القناع. إذا كان هذا الجزء كبير في حياتك، هنا نقول غلط. كبير في حياتك، ماذا يسمى هذا الإنسان اللي هذه المنطقة كبيرة في حياته؟ لا، رقم 2 يسمونه غامض. يسمونه غامض، ما ندري عنه. هذا النوع من الناس سنتحدث عنه بعد قليل، وش علاقته بالشخصية القوية. رقم 3 إيش تتوقعون؟ أحسنت. أنا لا أعرف والناس يعرفون شخصيتي، لا أعرفه أنا. يا جماعة ما في أحد ثقيل دم يدري أنهم مساكين ثقيل دم، ما يدري والله. يقول لك نكت كذا قديمة ويعطيك بوكس على بطنك ولازم تضحك بالحلال والله العظيم خلاص ما يدري، لا يشعر. ما في أحد مقزز، ما في أحد كثير كلام يدري أنه ممل، ما يدري. ما في متكبر يشعر أنه متكبر، ما فيه. وبالتالي أنا أذكر واحد مرة سوينا له تحليل شخصية، فطلع في شخصية أن عنده التعالي، نوع من الكبر، تعالي. فقلت له يعني من باب التلطف، أنت شوي يعني أحيانا وبعض المرات وربما ويمكن، بس بلطفها، مع أنك تشعر أحيانا نشعر تجاهك بالتعالي. أنا تعالي؟ قلت لي والله تعالي ولا روحي، بس أنت فيك تعالي. قال أنا إذا رحت مع الطلاب، كان مدير مدرسة، أنا إذا رحت مع الطلاب للبر في رحلة برية أفسخ شماغي. في ذمك؟ قلت والله هذا ما عنده السالفة، الاختبار ذا خرابيط، معقولة؟ قال والله أفسخ شماغي، والله أني أفسخ شماغي وأسولف معهم. قلت لا خلاص يكفي كذا التبسط هذا، انهارت شخصيتك. لا يشعر مسكين. فجزء من شخصياتنا هنا لا ندركه، ولكن الناس يعرفونه، وهذا يسمى المنطقة العمياء. العمياء بالنسبة لمن؟ لي أنا ما أدري عنها. المنطقة الأخيرة منطقيا ستكون، نعم كلها، لا أنا أعرفها ولا الناس، وتسمى المنطقة المجهولة. منطقة المجهولة. يوسف عليه السلام عندما جاء وهو سجين في السجن لا يعرفه أحد، ثم يقول للملك اجعلني وزير مالية، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا الموقف في أي رقم؟ إذا قلنا هذا رقم 1 2 3 4، هو قطعا في رقم 2.
لأنه هو يعرف عن نفسه والناس لا يعرفون عن أنفسهم. لما أنت يكلفك مديرك أو زميلك أو أحد يقول لك تراك أنت تصلح مدير، تراك أنت تصلح كذا، فهذه في أي منطقة؟ في رقم 3. أنت لا تدري أنك تنفع في هذه الجزئية، ولكن الناس يعلمون ذلك. عندما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد جيش في كبار الصحابة، كان أسامة لا يدري أن عنده قدرة على القيادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك. الحجاج، إيش كان الحجاج؟ الحجاج من هو أصلا؟ هو أمير أشهر سيفه في وجوه الأعداء، وطط الحكم أيا كان سلبا إيجابا، قتل ألف شخص وسجنهم، يعني مليون. هذا هو الحجاج. كان الحجاج مدرس ابتدائي، كان يسمونه معلم صبيان، مع خيزرانة اجلس لا تجلس، اجلس لا تجلس. صارت معركة، جند الناس إجبارا، جند الحجاج فيها، حارب مع الجيش، انتصر الجيش، انقلبت مقدمة الجيش على الأمير، وكان ممن دافع عن الأمير هو الحجاج، وكان الأمير يراه فأعجب به. فلما دحض هذا الانقلاب عين الحجاج أميرا للشرطة. كيف اكتشف؟ لا الناس يعرفون أنه قائد ولا هو يعرف أنه قائد، فتحولت تلك الخيزرانة إلى سيف. إذن هذه المنطقة الذي يكشفها ماذا؟ المواقف والتجارب والأزمات. سؤال بسيط يا كرام، أبنائنا أي منطقة عندهم كبيرة؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ نعم، هي 3 و4. أكبر منطقة عند أبنائنا هي 3 و4. يا كرام، الأطفال يتعرفون على ذواتهم كما يتعرف الأعمى على الثوب الذي يرتديه. شلون يعرف الثوب؟ من خلال ما يصفه الناس. أنت لابس كذا 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 بس. الطفل يا كرام يتعرف على ذاته من خلال ما نقوله عنه. يسأل الطفل نفسه السؤال دائما يوميا: هل أنا جيد؟ بس. ونحن نجيب بلفظنا وأفعالنا على هذا السؤال، وبالتالي ما نقوله ونفعله مؤثر جدا 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 في الأبناء، لأنه يكشف جزء من شخصيته ولا يعرفها. 2 من المناطق الكبيرة عند عيالنا هي رقم 4. لذلك البيت الصغير، والآن أغلب البيوت صغيرة، اللي ما فيه أي تفاعل بيئي، يعني ما في شيء يفك ويربط ويزين ويرقى وينزل وناس يتهاوش معهم ويتعارك، ما في أي تجارب، هذا بيت يقتل الشخصية تماما. لأن الموهبة اللي موجودة هنا إذا لم تجد بيئة هي بذرة، إذا لم تجد بيئة تربة جيدة وماء يسقيها ستموت. مواهب كثيرة تموت. لذلك يستغرب الأب أحيانا إذا راح للمدرسة وسمع عن ابنه أشياء ما يتوقعها. ولدك قائد؟ وين قائد؟ إيه قائد ولدك هو اللي ما يطلع في الإذاعة إلا ولدك. يتفاجأ. ليش؟ لأن الابن وجد في المدرسة بيئة تحضن هذه المواهب ولم يجد في البيت ذلك. لذلك تعريض الأبناء لتجارب وبيئات متعددة غاية في صقل الشخصية.